يا اهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة في قناة اوفر ثينكينج. بما اننا خلاص في نهاية رمضان، حلقة النهاردة هتكون عن افضل واسوأ 10 مسلسلات في رمضان 2023، واللي هتاخدنا في رحلة سريعة عن خلاصة كل مسلسلات رمضان السنة دي. قبل ما نبدأ الحلقة كالعادة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية. هنبدأ قائمتنا بأسوأ 5 مسلسلات في رمضان، والمسلسل رقم 5 في القائمة دي هيكون مسلسل الكبير قوي الجزء السابع من بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد ومحمد سلام. وجود المسلسل ده في قائمتنا مش معناه إنه من أسوأ المسلسلات السنة دي، أكيد في كوارث أقل من إنها تنتقد في الأساس، لكن انتقادنا للمسلسل ده لأنه بيمثل اسم كبير وكان من أكتر المسلسلات المنتظرة في رمضان السنة دي، والمفروض إنه بيقدم لنا كوميديا قوية واحداث مبتكره. لكن السنه دي للاسف قدم لنا محتوى اكتر من العادي، حتى محاولات الابتكار والتغيير كانت معتاده ومتوقعه في مستوى الكوميديا والاحداث المطوله من الافيهات المتعاده. حتى الشخصيات وابعادها ما عرفوش يستغلوها صح بعد التحضير القوي جدا اللي اتقدم السنه اللي فاتت. للاسف المسلسل كان فيه استعجال وكان محتاج تحضير ووقت اكبر من كده عشان يظهر لنا بالشكل اللي اتعودنا عليه. المسلسل رقم 4 في الأسوأ هيكون مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني من بطولة سيد رجب وبيومي فؤاد وسلوى عثمان. للأسف المسلسل ده استغل نجاح الجزء الأول واستخف بكمية الانتظار الكبيرة اللي كانت الناس بتطالب بيها، وقدم لنا قصة سطحية جدا عبارة عن أحداث مطولة بدون أي أساس أو سياق درامي. وكمان فكرة تغيير الشخصيات ونمط الأحداث بشكل جذري خلق فجوة كبيرة في المسلسل تحسسك بالفراغ عن الممثلين اللي كانت موجودة في الجزء الأول. كان ممكن يتم تعويضهم بممثلين تانيين بدون استبدال الأدوار تماما. واختصارا لكل ده، للأسف المسلسل قدم لنا عمل متواضع وأقل بكتير من الجزء الأول، ولا زال بيحاول إنه يقدم الطابع الرمضاني اللي يمكن لسه محافظ على بعض الناس اللي حابة أجواء المسلسل. المسلسل رقم 3 في الأسوأ هيكون مسلسل سر الباتع من بطولة أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني وحنان مطاوع. المسلسل المفروض بيحكي لنا قصة ليوسف إدريس، والمفروض انه بيقدم لنا نخبة كبيرة وانتاج ضخم جدا، لكن للأسف بعد اول كام حلقة بتكتشف الاستسهال من اول بقى التمثيل في العصر الحالي اللي كان سطحي جدا، واختيارهم اصلا للممثلين ما كانش افضل حاجة، مرورا بالاخطاء والمغالطات اللي بالجملة مع الجنود الفرنسيين. يمكن الشخصيات في الحقبة الزمنية القديمة كانت افضل شوية، لكن لو رحنا للحبكة نفسها وطريقة سرد القصة اللي بدأ يبقى ممل وما يشدكش انك تبقى مهتم اصلا تعرف بقية الحكاية. وكمان كاخراج تحسه بيتبع مدرسة قديمة ما كانتش بتخدم مسلسل ضخم جدا زي ده. باختصار نقدر نقول انه كان عمل طامح جدا ظلمه الاستسهال والتنفيذ السيء. المسلسل رقم 2 في الأسوأ هيكون مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب. بالرغم من الاختيار المميز جدا للكاست والتنفيذ الرائع للديكورات والتصوير وبيئة المسلسل والحقبة الزمنية اللي بيقدمها لنا، إلا إن المسلسل ده بيواجه مشكلة أكبر من كده بكتير، لدرجة إن في ناس أصلا ما تعرفش إن المسلسل بيتعرض. المسلسل ما قدرش إنه يقدم لنا أي عامل يشد، ولا قصة مميزة ولا أحداث سريعة. حتى الأداء نفسه كتمثيل تحسه بطيء جدا، وكل حاجة هادية كده بشكل مبالغ فيه. المسلسل بيفتقر للعناصر الأساسية للتوليفة الممتعة، خصوصا إنك نازل في موسم رمضان وبيبقى مهم جدا انك تشدني للاحداث من الوهله الاولى. وكمان رهانك هنا على مسلسل طوله 30 حلقه، كل ده كانت نتيجته مسلسل اصلا محدش مهتم بوجوده. المسلسل رقم 1 في الأسوأ هيكون مسلسل اكسلانس من بطوله محمد سعد واحمد فتحي ودينا محسن ويزو. المسلسل ده للاسف يعتبر اسوأ مسلسل السنه دي بكل جداره. محمد سعد هنا بسبب سوء اختياراته وتعنته في تقديم شخصيه
درامية متشابهة ما بتقدمش أي إبداع ولا أي جديد. تحس إن المسلسل معمول في حقبة زمنية قديمة عن اللي بنعيشها دلوقتي. الإفيهات المتكررة والاستظراف الموجود في معظم المشاهد حاجة كده ما تقدرش تستحملها حلقتين على بعض. مش محتاجين أصلا نتكلم عن غياب الفكرة والسياق الدرامي، لأن دي حاجات أصلا موصلهاش عشان نتكلم عنها. للأسف أكتر حاجة تزعل إن موهبة زي محمد سعد بيقتل مسيرته الفنية بغلطات واختيارات ساذجة، محتاجة معجزة وتغيير لون عشان يقدر إنه يقدم عمل فني يتناسب مع موهبته والتطور اللي بنعيشه. ندخل على قائمة أفضل 5 مسلسلات في رمضان، واللي هنبدأهم بالمسلسل رقم 5 في قائمتنا، وهيكون مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل ومحمد شاهين وأسماء جلال. المسلسل ده نقدر نعتبره الحصان الأسود لرمضان السنة دي بكل استحقاق، واللي قدر إنه يخلق حالة قوية جدا من الدراما والمشاعر والأجواء الممتعة والكئيبة جدا في أوقات تانية اللي هتقدر تعيشها معاهم على مدار سنين حياتهم. تحسسك كده إنهم قريبين من حياتنا العادية، وطريقة السرد المميزة جدا اللي اتنفذت على شكل فترات زمنية بنشوفها خلال أحداث المسلسل، وكمان الإخراج والتصوير اللي غلف كل الكلام اللي بنقوله بشكل لا غبار عليه، وكاست العمل المميز جدا خصوصا محمد شاهين وباقي الممثلين اللي قدموا أداء تمثيلي متكامل على مدار 15 حلقة قدروا يوصلوا فيها رسالة المسلسل بكل بساطة. المسلسل رقم 4 في الأفضل هيكون مسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة. المسلسل ده يمكن تقييمه مش بس لأنه أفضل مسلسل كوميدي السنة دي، ولكنه بيقدم لنا فكرة وأحداث مختلفة على مدار 15 حلقة بشكل مميز جدا، وبمحتوى متماسك وقصة بتتحكي مش بس مجرد سكتشات. وأصلا كونه قادر إنه يقدم كل الكم ده من المحتوى والأفكار والشخصيات اللي بتعكس لك مدى الإبداع والجودة اللي بيقدمها لنا المسلسل، بالرغم إنه في معظم الأحيان ما كانش بيقدم الكوميديا الصارخة، ولكن الفكرة نفسها والعامل الدرامي كانت شايلة جانب كبير جدا من جوانب القصة. والأكيد إنه برضو قدم لنا أداء تمثيلي كويس من أحمد أمين وطه دسوقي اللي قدموا لنا دويتو قوي جدا على مدار أحداث المسلسل. المسلسل رقم 3 في الأفضل هيكون مسلسل المداح الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرى اللوزي. نقطة قوة المسلسل ده بعيدا عن كل المسلسلات التانية إنه بيقدم لنا نوع درامي مرعب عن الجن والعالم الآخر، وأحداث درامية مثيرة يمكن يعيبوا المط الكتير في الأحداث، يعني كان ممكن يتلم في 15 حلقة بالكتير، وكان قادر إنه يبقى فعلا عمل فني متكامل، خصوصا إنه بيقدم لنا قصص وأساطير مخلوطة بالأحداث بشكل متماسك، والمدعوم بالأداء التمثيلي الكويس في معظم المسلسل، وللمرة الثالثة على التوالي كان قد التحدي وقدم لنا عمل فني مميز ومختلف، وقدر إنه يدخل معانا في قائمة الأفضل على مدار ال3 سنين اللي فاتت. المسلسل رقم 2 في الأفضل هيكون مسلسل تحت الوصاية من بطولة منى زكي ودياب وخالد كمال. المسلسل ده الأتقل دراميا وفنيا، هتاخد جرعة إبداعية وإنتاجية من العيار التقيل، وبعيدا عن المتعة اللي ممكن تلاقيها في أي عمل تاني، لكن هنا المعادلة مخلوطة بالإتقان والقيمة اللي أصلا المفروض يوصلها أي عمل فني أنت بتتفرج عليه. وفكرة اختيارهم أصلا لعالم الصيادين والمصاعب اللي بيواجهوها واللهجة بتاعتهم، كل ده في حد ذاته كان تحدي قوي جدا لكل صناع العمل. ولو رحنا لمنى زكي وباقي الممثلين المختارين بعناية، تحس انهم بيمثلوا كده بدون اي مجهود، فعليا يعتبر افضل كاست عمل مقارنة بكل المسلسلات التانية، ومن الافضل اكيد وسط كل دراما رمضان السنة دي. المسلسل رقم 1 في الافضل وافضل مسلسل في رمضان السنة دي هيكون مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان وهالة صدقي واحمد داش وزينة وايمان العاصي ومنى فضالي. المسلسل الترند اللي وصل انه يبقى اشبه بماتش كورة على القهاوي وجوه البيوت، والاكتر انتظار بعد كل حلقة. المسلسل ده بعيدا عن اي انتقادات منطقية قدر انه يبيع لك عمل فني ممتع ومتماسك في الاحداث المتسارعة اللي في ظاهرها كده تبان انها كليشيه واتقدمت قبل كده كتير، ولكن هنا بتعلي على كل الاعمال السابقة وبتخلق حالة من الاكشن والكوميديا والترقب والصراعات اللي على الجبهتين. وطبعا دي لعبة محمد سامي وشطارته في انه يقدر يصنع احداث درامية مثيرة ومبالغ فيها، سواء في الاخراج والتصوير، حتى الاحداث والالتواءات اللي بتحصل مثلا في اللحظات الاخيرة
ولكن كل ده كان قادر انه يخدم الاحساس اللي بيوصل لدرجة من المتعة والاثارة، وهو ده المطلوب كعمل رمضاني ممتع قدر يخلي كل الناس تتكلم عنه وتستناه بفارغ الصبر. وبكده تكون حلقتنا النهارده خلصت، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. شاركنا برأيك في كومنت عن افضل واسوأ مسلسلات في رمضان بالنسبة لك، وايه المسلسل اللي شايف انه رقم 1 في رمضان السنة دي. وكالعادة عايزين نوصل الحلقة لأكبر عدد من اللايكات، واشترك في القناة وفعل الجرس علشان تتابع كل الحلقات اللي جاية.